ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ انا كنت فاكره ان انا لقيت افضل كتاب لتعليم الاطفال، لكن الصدمه لما اكتشفت اني خدت اكبر خدعه. تعالوا اوريكم ازاي انا اتنصب عليا وزي ما اتنصب على ناس كتير، ولسه هيتنصب كمان على ناس تانية، لان ممكن يكون في ناس دلوقتي حاليا بتطلب اوردر زي دوت وهيجي لها بكره الصبح وتكتشف ان اتضحك عليها. دول يا جماعه 4 كتب و4 انابيب وقلم سحري. يعني ابنك هيكتب وهيمسح وانسي بقى موضوع انك تشخبطي والواد يقطع اوراق ولا اي حاجه خالص. الدنيا تبقى حلوه معاكي 5 انابيب يكفوكي عمر بحاله، ليه ولاخواته كمان. ده اللي مكتوب في الاعلان، والكتاب محفور واللي يعني طبع وهتمشي بخط ايد. الدنيا تمام وحلوه يعني. لكن الصدمه بقى لما اجي الاقي القلم، يا ريتهم كانوا بعتوا نصيحه ليكم الافضل، يعني لو كنت بعتوا قلم رصاص واستيكه والله كان يبقى احسن. انا بوظت كتابين، في كتابين هما اللي ما بوظتهمش. ابني بيكتب اتفاجئ سبت الكتاب وما ركزتش معاه، تاني يوم القلم زي ما هو ما اتمسحش. نخش بقى على الوكس خالص. فاتصلت اهو زي ما انتم شايفين، حبر عادي يعني. اتصلت بالشركه، قالت لي حضرتك هو انبوبه سحريه واحده بس، لكن الاقلام التانية بتتمسح بالسمكه اللي معاكي دي، حته البلاستيكه الصفرا دي. مسحت وبعت لهم الفيديو بمسح وما بتمسحش، ما ردوش. مصطفى صورت لهم صوره قال لي طب صوري صوره البوليصه، ودي المصيبه الكبيره بقى هقولها لكم في اخر الفيديو، مصيبه بمعنى الكلمه. صورت لهم اسم البوليصه اللي انا مستلمه بقى الاوردر، برضو ما ردوش، اختفوا. يعني مش قلم السحر ولا بيختفي، هم اللي بيختفوا، ما تعرفوش اوصل لهم تاني. حاولت اوصل لهم عن طريق المندوب اللي جاب لي الحاجه، حط رقمي في المرفوض، كله بيختفي. مصيبه طبعا، لازم الكل يستخبى، عمليه نصب وش. مش كل حاجه يا جماعه تلاقوها على النت تشتروها. ده القلم المفروض هو سحري يعني، خلاص مبقاش سحري، وكان سحري في 5 دقايق بس، بعد كده اختفى خلاص مبقاش سحر تاني، بقى زيه زي بقيه اخواته. اهو هنسيبه شويه اهو. المهم يا جماعه كده نكمل كلامنا. وده الكتاب التاني اللي باظ. في ناس محترمه على الانترنت وبتبيع منتجات كويسه وتعبانين فيها، بس دلوقتي اعتقد 80% نصابين. 80% اللي بيشتغلوا على الانترنت نصابين. لما يحصل يطلبي اي حاجه على الانترنت، وقفي المندوب مره وتاكدي من حاجتك مره واثنين وثلاثه، ما قالش بتمسح عشان مش هتلاقيهم تاني. لو وقعت مع ناس نصابه مش هتلاقيهم تاني. السمكه السحريه دي، السمكه السحريه اللي ما بتمسحش حاجه يعني، دي السمكه السحريه. المهم اتفاجئت يا جماعه بقى الكارثه ان انا البوليصه مش مكتوب فيها اسم الصفحه اللي انا طلبت منها، مكتوب اسم صفحه تانية خالص. يعني انا طالبه من صفحه اسمها 4 كي. مكتوب اسم بقى اسم صفحه تانية اسمها ستور. ابحث عن بصوا يا جماعه وارقام تليفونات، ابحث بقى على ستور دي على الانترنت، مفيش ستور. بس كان الحمد لله كان مفاجاه برضو لما شبهت على اسم شركه اسمها ستور معرفش اتصلت بيهم وقلت لهم القصه، المشكله عندي اللي ما بتكتبش. بس كده قال لي نفس الكلام. ده المصيبه السوداء بقى والله، قال لي نفس الكلام. قال لي حضرتك معاكي 3 اقلام مش سحريه وقلم سحري. طب دي ما اتقالش في الاعلان اللي في الاول، ده كده اعلان مضلل. قال لي طب صوري البوليصه وبعتها لي. طبعا لما صورت البوليصه قال لي حضرتك انت مش مشتريه من الصفحه بتاعتنا، السمكه نسيتها. حسبي الله ونعم الوكيل. خلي بالكم مش كل اللي بتشوفوه تصدقوه.